كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل أحلى كبدة بقى مع بعضينا مع الخلطة السحرية، وهتشوفوا الجمال والحلاوة. هنبدأ نحط الزيت الحلو، هننزل بالبصل الأول كده ونقلب لحد ما يصفر. هننزل بالكبدة مقطعة في مكعبات، نقلب بس تقليبة خفيفة كده ونسيبها شوية. ساعة ما شكلها يبقى فاتح كده نبتدي ننزل بالفلفل. تقليبة خفيفة ونسيبها تاني. هنبتدي بقى نجهز نفسنا للخلطة السحرية: ليمون، خل، فلفل، كمون، بهارات، وتوم. أهم حاجة التوم. هنبتدي نحط الخلطة، هنبتدي نقلب بس تقليبة جميلة كده. ما اقولكوش على الريحة وعلى الجمال وعلى الطعامة. لما تعرفوا ان السواها بقى ابتدى يعني تحسوا ان ايه خيرها ابتدى ينزل تحتها كده، تعتبروا كده يبقى استوت. لان كل ما بتسووها اكتر يفضل ان هي تبقى طريه شويه. ممكن تعمل سندوتشات بالعيش الاسمر او بالعيش الفينو مع المقبلات، مع الترمس بقى بتاع العيد. الجمال والحلاوه، وكل سنه وانتم طيبين. سندوتش جميل كده بالعيش الاسمر هتستطعموه قوي قوي، احسن من الفينو كمان. ناس من هواة تاكل سندوتشات الكبده بالفينو، احنا مش هنحرم حد من الجمال والحلاوه اللي احنا عاملينها دي. جربوها هتلاقوها جميله جدا. اهم حاجه ان الخلطه السحريه يكون الملح فيها قليل مش كتير، عشان تستطعموا الكبده وتشوفوا جمالها. جربوها وهتلاقوها فيها الجمال والحلاوه، وكل سنه وانتم طيبين.